لما تسمع كلمة هاكر أول حاجة بتيجي في دماغك كمبيوتر، شاشات سوداء وأكواد غريبة. لكن الحقيقة إن أول هاكر في التاريخ ما استخدمش كمبيوتر أصلا، بل استخدم حاجة كلنا عارفينها، وهو تليفون. خليكم مع قصتي. السلام عليكم، أنا نينجا، وزي ما انتوا شايفين ده فيديو جديد. النهاردة هنحكي لكم قصة اول هاكر في التاريخ كله، اول عملية تهكير في العالم كله يا جماعة. طيب اضغط لايك واشتراك ويلا نبدأ بقى. في الخمسينات والستينات شبكات التليفون كانت اهم وسيلة تواصل في العالم، لكن كان فيها ثغرة خطيرة جدا. الثغرة يعني عدم كفاية النظام. تمام. طيب الثغرة دي مش في الأجهزة بل في الأصوات. النظام كله كان بيعتمد على نغمات بتتحكم في الخطوط بتاعت الشبكات بتاعت التليفون. مجموعة شباب اكتشفوا الثغرة دي، ان لو صفرت او لعبت نغمة معينة تقدر تتحكم في الشبكة وتعمل مكالمات ببلاش. الناس دول اتسموا بفون فريكس. واحد فيهم كان بيستخدم صفارة بلاستيك جايبها معاه علشان يطلع نغمة 2600 هرتز. طيب جو انجريسيا ده راجل أعمى لكنه كان عبقري موسيقى، قدر يصفر بدقة نغمة 2600 هرتز، ومن هنا بدأ يستغل النظام ويعمل مكالمات ببلاش. علشان بقى يسهلوا الأمور اخترعوا أجهزة اسمها بلو بوكس. كانت عبارة عن أجهزة صغيرة بتصدر النغمات اللي بتتحكم في التليفون. الأجهزة دي بقت سلاح الهاكرز الأوائل. معلومة على السريع ان ستيف جوبز وزينياك مؤسس ابل جربوا الاجهزة دي قبل ما يعملوا اول كمبيوتر. اللي بدأ بلعبة صغيرة مع التليفون بقى الشرارة اللي فتحت باب عصر الاختراق كله. الهاكرز الاوائل اثبتوا ان اي نظام مهما كان قوي فيه نقطة ضعف. يعني اول هاكر في التاريخ ما كانش بيكتب كود بل كان بيصفر، ودي كانت البداية لثقافة كاملة غيرت العالم. ونينجا كان هنا إلى فيديو كول. ها بنطور، احنا بنطور. لايك، اشتراك في القناة، ويلا نعمل الصورة بقى مصغرة. لا كده بس. يلا سلام.